that it is John chapter 10 verse 30. Now the context. You see, in 40 years, I have been talking to people. إني أقرأ عليكم من ذاكرتي، وأخي شرش أكد لي الآن أن العبارة هي فعلا في الآية 30 من الإصحاح 10 من إنجيل يوحنا. والآن ما هو سياق الآية؟ لقد أمضيت من عمري 40 عاما في التحدث إلى الناس، وحين يستشهد بهذه الآية حيث يقول يسوع أنا والآب واحد، أسأل في أي سياق وردت؟ فالآية موجودة في الكتاب ولا سبيل إلى إنكار ذلك. وصدقوني أنني منذ 40 عاما لم أقابل عالما واحدا من علماء المسيحية استطاع أن يحدد لي سياق الآية. You have to open the book. عليكم أن تفتحوا الكتاب، وبدونه لن تستطيعوا تحديد السياق أبدا. والآن دعوني أفعل ذلك. السياق يبدأ بالآية 23 كالتالي: وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. إنهم يدعون أن كلامه مبهم، أي أنه لا يفصح عن دعواه تمام الإفصاح، وهذه تهمة باطلة لأننا نعلم أن كلامه لم يكن مبهما. لقد قال بكل وضوح إنه المسيح، ولكن اليهود كانوا يريدون الخصام معه، وكانوا لا يحبون ما يكرر به، فقد كان يخاطبهم بهذه العبارات: يا أولاد الأفاعي، أيها القبور المبيضة، أيها الجيل الشرير الفاسق، أيها الحمق، أتحبون أن تسمعوا من الناس مثل هذا الكلام؟ واليهود ما كانوا لينسوا هذا بسرعة، فعندما وجدوا الرجل وحده التفوا حوله ملوحين بأيديهم في وجهه: تعال قل لنا، لماذا لا تقول لنا؟ إنهم يريدون شجارا معه فتلتهب العواطف ويوسعونه ضربا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك آل الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. ولكن اليهود كانوا يريدون المشاكسة، وإذا كنت تبحث عن ذلك فإنك واجده غير بعيد منك. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديد، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. هذه تهمة باطلة أخرى. التهمة الباطلة الأولى هي أن كلامه كان مبهم، والتهمة الثانية هي أنه ادعى الألوهية. هذا ما زعمه اليهود، والمسيحيون يوافقون اليهود أنه ادعى الألوهية، ولكنهم يقولون إن ذلك كان من حقه. فلنسمع ما قاله يسوع لليهود: أليس مكتوبا في ناموسكم أي في توراتكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، أي أن الأنبياء يدعون في لغة اليهود آلهة. الله كلم موسى قائلا: إني جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. ثم في سفر المزامير يقول الله: قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. تلك هي عبقرية اللغة العبرية. فعندما تستخدم كلمة إله فليس المقصود بها الله نفسه. ثم نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: إن الشيطان إله هذا الدهر، هذه هي لغتكم. ومعنى العبارة أن للشيطان نفوذا في هذا العالم، فتقولون إنه إله. موسى إله لفرعون، وأنتم أيها اليهود آلهة. هذه عبقرية اللغة العبرية. لا تستطيعون أن تستندوا في تأليه المسيح إلى أقوال كهذه. Moses is God to Pharaoh, and you Jews are all God.
فالمسيح يقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، أي لا تستطيعون تكذيبي. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ فالمسيح يرد على اليهود فيقول لا بأس فيما قلت، فإن لله أبناء لا يحصى عددهم في لغتنا، فلماذا تجرمونني إذا قلت أنا ابن الله في حين يدعى آخرون آلهة في كتابكم؟ طلب مني الأخ شرش أن أرسل له كتبي ففعلت. أرسلت له كل ما كتبت، كل عتادي، وقلت له يمكنك أن تعمل انطلاقا منها. فمن اليسير أن ترد على الأسئلة الموجهة إليك بمجرد أن يكون الكلام مكتوبا أمام عينيك وجليا، فأنت تعرف حججي سلفا. لم أكن خائفا لعلمي أن ما من حجة من هذه الحجج يمكن دحضها عقلا. اسمعوا الله تعالى يقول في القرآن الكريم، وهذا معيار آخر: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وأمه صديقة, and his mother was a virtuous woman, a saintly woman. كانا يأكلان الطعام, and they both ate food. What's so something about that? ما وجه الغرابة في ذلك؟ كلنا نأكل الطعام، أليس كذلك؟ كلا، إنها إشارة إلى فكرة أنهما إلهان أو فوق البشر. فالكاثوليك يسمون مريم أم الله ويسوع ابن الله، وكذلك الله كما يعتقد أخي شرش وكثير من المسيحيين في صورة بشر. فإذا كان يأكلان الطعام فذلك يعني أنهما يتغوطان. إذا أكلت الطعام فلا بد أن تذهب إلى المرحاض، إن عاجلا أو آجلا، أو تبحث عن حرش أو صخرة، لا مناص من ذلك. والله تعالى يقول انظر كيف نبين لهم الآيات، أي أنهما يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. How we make our signs clear to you. ثم انظر أن يؤفكون. The implications of eating food. انظر, see how we make our signs clear to you. ثم انظر, have another look. Look, have another look. How they have deviated from the path, gone away from the true path. أي كيف انحرفوا عن الطريق المستقيم، يعزون إلى الله طبيعة حيوانية أنه كالبشر. فنحن مخلوقون على صورة أي صورة؟ هذه الصورة إنها صورة القرود، كلنا قرود محسن. فبعضنا يشبه الشمبانزي، والبعض الآخر يشبه السعدان، والبعض يشبه الغوريلا. هذه هي الصورة التي يتحدث الله عنها؟ المسيحيون يقولون نعم. قال الله في الآية 3 من الإصحاح الأول من سفر التكوين التي استشهد بها الدكتور شيرش، وقال الله ليكن نور. وأسأل هل قال ذلك بفمه؟ فيقولون نعم. هل تفوه بالكلمة؟ فيقولون نعم. إذا فلله فم؟ يقولون نعم. وإذا كان لله فم فله أسنان أيضا. فهل لنا أن نتصور إلها أدرج بغير أسنان مثلا؟ إذا يجب أن يكون له أسنان ولسان وحنجرة ورئتان. فيقولون نعم. إذا سيظل يتكلم. الكواكب والشمس والقمر والنجوم، ملايين المخلوقات، سيظل يتكلم حتى يجف حلقه. إذا سيحتاج إلى سائل ليبل فمه، فيقولون نعم. وعندما ينزل السائل إلى جوفه لابد أن يخرج منه، أليس كذلك؟ أيمكنكم أن تتصوروا ذلك؟ كيف تنزلون الله هذه المنزلة الوضيعة وتشبهونه بالبشر؟ ثم إن الأخ شيرش يتحدث عن صيغة الجمع في الكلمة العبرية إلوهيم في سفر التكوين، وتعني الله. نعم، وأقول إنها صيغة جمع في العربية كما في العبرية، صيغتان للجمع، وهو يؤكد ذلك، كما أن هناك صيغة للمثنى، المفرد والمثنى والجمع.
نعم، في العربية والعبرية. الكلمة هي ألوهيم بمعنى آلهة، لكنني لم أرى كتابا واحدا من بين مئات ترجمات الكتاب المقدس ترجمت فيه الآية هكذا: وقالت الآلهة ليكن نور. ينبغي أن تترجم آلهة وليس الله. أقول ما هذه الإم؟ اسألوا اليهود والعرب، ولكن حين لا يناسبنا ذلك فنحن نتجاهله. إم هي صيغة جمع للجلالة في العبرية، وفي العربية صيغتان للجمع تماما كالعبرية. عندما يقول الله في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah says in the Quran, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسألوا أبسط مسلم منا كم من آلهة هناك، فسيقول واحد. إذا ما هذه الأنا وهذه النحن؟ اسألوا العرب. ما من عربي واحد اتهم المسلمين منذ 1400 عام بأنهم يعبدون أكثر من إله واحد. يقول في القرآن قل هو الله أحد. لم لا تسألون الأخوة العرب عن هذه الأنا وهذه النحن؟ فسيقولون ألا تعلمون أن عندنا نوعين من صيغ الجمع، جمع العدد وجمع الجلالة، وهذه الصيغة هي جمع الجلالة في لغتنا. 1400 years, no Arab has questioned us. I would like Dr. Shoresh to question you. He said, look, there are supposed to be more than one God in the Quran. I'd like to hear that from you. So there are two types of plural. Plural is this text, plural of numbers. This is Hebrew, this is Arabic. So Jesus asked, هذه الصيغة هي جمع الجلالة في لغتنا. أود من الدكتور شرش أن يطعن فيما أقول أو يدعي أن في القرآن أكثر من إله واحد. أود أن أسمع ذلك منك. أود أن أسمع ذلك منه. أقول هناك صيغتان للجمع، جمع الجلالة وجمع العدد في العربية كما في العبرية. إذا يسوع أكل وأمه أكلت، والكتاب المقدس يقول جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فيقولون هذا إنسان أكول وشريب خمر. هذا كلام يسوع وهو ما يقوله الناس عنه. إذا ما الذي يجعله إلها؟ أميلاده ولد من غير أب بشري، إذا يجب أن يكون له أب، إذا أبوه هو الله. والقرآن يرد على ذلك بكل بساطة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان عيسى هو الله وابن الله الحقيقي لأنه لم يكن له أب بشري، فآدم إله أعظم منه لأنه لم يكن له أب ولا أم. هذا ما يملك المنطق السليم البسيط. فيقولون آدم خلق من تراب ولكن يسوع ولد من عذراء. سبق لأخي شرش أن استشهد بملكي صادق كاهن سليم الأعظم المذكور في الرسالة إلى العبرانيين. So my brother, he already quoted Melchizedek. Yes, Melchizedek, the high priest of Salem. لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. For this Melchizedek, king of Salem, Salam, Islam, Salam, priest of the Most High God, priest without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life.
من هو هذا؟ The only one who is without beginning and is God. Without إنه الله، فالله وحده هو الذي ليس له بداية ولا نهاية ولا أب ولا أم، والذي يعيش إلى الأبد. ولكنه كان كاهنا أعظم، religious taxes he was giving to. وكان إبراهيم يدفع له العشر وهي ضريبة دينية. Jesus had a mother. يسوع كان له أم ولم يكن له أب، إذا ملكي صادق أعظم منه. Jesus had a كان ليسوع بداية في الإسطبل، وكانت له نهاية ظاهرية على الصليب، وهذا الرجل ليس له بداية ولا نهاية، فأيهما أعظم من الآخر؟ I said, why don't you worship him? إنه ملكي صادق. Worship as God Almighty. فأقول لما لا تعبدونه؟ إنه يستحق أن يعبد كإله إذا كان لا بد من ذلك. هذا الرجل يسوع يصيح وهو على الصليب داعيا الله فيقول: إيلي إيلي لما شبقتني. أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ من كان يدعو؟ أكان يدعو نفسه؟ أكان يمثل رواية مسرحية؟ وإذا كان الله فكيف يخذل نفسه؟ ثم في إنجيل مرقس تجد نفس العبارة. بمن كان يسوع يستغيث؟ إنه كان يستصرخ: إيلي إيلي يا الله الله. إني أسأل فرقة الشهود يهو أيشبه قول المسيح: إيلي إيلي لما شبقتني، يهو يهو لما شبقتني؟ يقولون لا. أم هل يشبه آبا آبا لما شبقتني؟ آبا تعني أبي في العبرية. كلا، اسمعوا: إيلي إيلي لما شبقتني يقابلها في العربية: الله الله لما تركتني. إلا لما سبقتني. هيبرو الله الله لما تركتني. إنهما يتشابهان. Then in the book of Revelation chapter 19. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الإصحاح 19 عن رؤيا رآها يوحنا اللاهوتي وسمع فيها ملائكة السماء تنشد: هللويا هللويا هللويا. وعندما تستولي على المسيحيين في بلد جنوب إفريقيا حالة من الوجد يصيحون هللويا هللويا. وأنا أسأل ما معناها؟ أهي هيب هيب هوري؟ كلا، يا حرف نداء وتعجب في العربية والعبرية. نحن نبدأ بحرف نداء: يا أخي، يا أمي، يا الله. أما الغربيون فهم يختمون بعلامة تعجب فيقولون: قف، ويضعون العلامة في الآخر ويقولون: أطلق النار، وفي آخرها علامة تعجب. هذه هي طريقة الغربي في التعبير النفسي، وهذه هي عبقرية لغته. إذن هللويا هي يا الله، لو يا الله، هو يا الله. هو الله الذي لا إله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله، لا الطفل الذي ولد في الإسطبل من فتاة يهودية. ما الذي يجعله إلها؟ أريد أن أعرف. أميلاده؟ ذاك لا يعني شيئا. عجائبه؟ يقال لنا إنه رد الحياة إلى لعازر. أهو حقا الذي رد الحياة إلى لعازر؟ كلا. قبل أن ينادي لعازر ماذا قال؟ نظر إلى السماء وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، أي أنك تستجيب لي وتعطيني كل ما أسألك، فأنت الذي تقوم بالعمل. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت، أي هؤلاء الناس الذين يؤمنون بالخرافات، هؤلاء البل، سيقولون إني أنا الذي أرد الحياة إلى الأموات، وسيقولون أنا الله. لهذا السبب فإني أتكلم معك بصوت مرتفع. وقبل ذلك بكى يسوع وانزعج بالروح وكان يئن ويتأوه. إنه كان يبث شكواه إلى الله ويقول: إن صديقي لعازر مات، فيا رب رد عليه روحه. فاستجاب الله له وقال: اطلب فإن لك ما سألت. فعندما نادى يسوع لعازر ليخرج إليه قال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت: ليؤمنوا أنك أرسلت.
But the Father that sent me, He had given me a commandment, what I should say and what I should speak. Even as the Father that sent me. وقال يسوع لا رسول أعظم من مرسله، وقال إني لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، وقال والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني، وقال الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. ليس هناك عبارة صريحة واحدة في أي نص من نصوص الكتاب المقدس يقول فيها يسوع أنا الله أو اعبدوني. ولو كانت هناك عبارة كهذه فنحن المسلمين لا نتردد في تصديقها، لعلمنا أن يسوع كرسول عظيم من الله ما كان ليكذب. والسؤال المطروح هو إما أن يكون يسوع كذابا أو معتوها، وإما إلها. لماذا ينبغي أن يكون هذا أو ذاك؟ لماذا لا يكون رسولا عظيما من الله؟ نقرأ مرارا وتكرارا في كتابات المبشرين المسيحيين أن يسوع إما أن يكون كذابا أو دجالا وإما إلها. هل كلمة كذاب عكس كلمة الله؟ لا. الكلمة دجال أو معتوه عكس كلمة الله؟ كلا. لله ضد. فلما تقولون هذا أو ذاك؟ لما لا يكون كما يقول هو رسولا من عند الله؟ وبهذه الصفة عليكم أن تتبعوه. فهو يقول ليس مني من لم يحمل صليبه ويتبعني. احملوا صليبكم واتبعوني، فإذا اتبعتموني فستكون لكم الحياة الأبدية. اسمعوا له وأنصتوا لما يقول ويعلم، وذلك هو الخلاص. فإذا لم تفعلوا ذلك فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماء. لن تدخلوا الجنة ما لم تكونوا أفضل من اليهود، ولن تكونوا أفضل من اليهود ما لم تحفظوا الناموس والوصايا. اسمعوا له واتبعوا، وإذا اتبعتموه فلا مناص من أن تكونوا مسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.